الطماطم من الحاجات اللي مفيش بيت بيستغنى عنها. لو في الموسم بتاعها وسعرها رخيص نجيب كمية منها ونخزنها، لكن لو في الوقت العادي ممكن نجيب بس اللي يكفينا لمدة شهر ونعمله بالطريقة دي. جبت كمية من الطماطم وحطيت عليها معلقة كبيرة مليانة من البيكنج صودا وغسلتها بيها كويس جدا، ورجعت شطفتها وصفيتها. هناخد الطماطم كلها، هنشيل الجزء اللي من فوق ونقطعها لنصين أو لأربع تربع. هنحط الطماطم في حلة وهنرفعها على النار. هنسيبها الأول على نار عالية، هنلاقيها نزلت شوية صغيرة كده من مية لونها أصفر. المية دي هنتخلص منها ونرجع نحط الحلة تاني على النار، بس هنهدي عليها النار شوية. هنحط على كل كيلو من الطماطم نص معلقة من السكر وهنسيبها على نار هادية، هي هتنزل ميتها وتتسبك فيها وتبقى معايا بالشكل ده كده. المية اتبخرت منها والطماطم اتسبكت، بس فيها شوية من الصوص مش متسبكة قوي، عشان لما نيجي نستعملها أو نضيفها على الخضار تكمل تسويتها معاه، يبقى كأننا حاطين طماطم طازة مش صلصة. هنخلطها بالهاند بلندر أو ممكن نستعمل خلاط. هنخلطها كويس جدا علشان لما نصفيها تبقى سهلة معانا. هنحطها في مصفى ونصفيها كويس جدا، مصفى سلك أو مصفى عادية مش هتفرق، المهم إن احنا نصفيها كويس. وده بيبقى شكلها بعد ما صفيناها، قوامها مظبوط جدا. هنرفعها تاني على النار تاخد غلوة واحدة بس ونقفل عليها على طول. ومن قبل ما نبتدي نجهز في الطماطم يفضل ان احنا نكون مجهزين البرطمانات والازايز اللي هنحطها فيها مغسولة وناشفة كويس جدا، وعشان نضمن ان مفيهاش اي مية خالص وفي نفس الوقت نعقمهم. هنسخن الفرن كويس وبعدين نقفله وندخل البرطمانات والازايز اللي هنستعملها كلها جواه، ولما تبرد خالص نبتدي نعبي فيها الصلصة. هنملى البرطمانات كلها بالصلصة وهنسيب آخر جزء من البطرمان فاضي، مش بنملاه للآخر، وهنقفلها كويس جدا. هنجيب حلة نحط فيها البطرمانات واحط من تحتها فوطة من بتاعة المطبخ او اي قطعة قماش عندنا ممكن نستعملها. هحطها من تحت وهفصل بيها كمان بين البرطمانات عشان لما المية تغلي البرطمانات ما تخبطش في بعضها وتتكسر. هنضيف عليهم مية توصل لحد الاخر، واول ما تغلي ههدي النار عليها شوية واسيبهم لمدة نص ساعة، وبعد كده هقفل عليهم واسيبهم زي ما هم. مش هاجي جنبهم خالص، هسيبهم زي ما هم في قلب المية لحد ما يبردوا تماما، المية والبرطمانات يبقوا باردين تماما. سبتها ليلة كاملة وبعدين طلعتها من المية. طماطم بالطريقة دي بنحتفظ بيها بره التلاجة لفترات طويلة جدا، والبرطمان اللي بنفتحه طبعا بندخله التلاجة ما بنسيبهوش بره، لكن انا بصراحة بحب احتفظ بيهم كلهم في التلاجة ما بسيبهمش بره. الطريقة دي حلوة جدا ونتيجتها بتبقى رائعة. فتح البرطمانات كمان بيبقى محكم جدا كأننا بنفتح برطمان الصلصة الجاهز، لأنها بتبقى متفرغة من الهواء تماما، وعشان كده كمان بتقعد فترات طويلة ما يحصلهاش أي حاجة. ولو مش عايزين تعملوها بطريقة المية المغلية بعد الصلصة ما تبرد ممكن نحطها في أكياس وندخلها الفريزر، برضو بتدي نفس النتيجة ونفس الطعم. ودي كانت طريقة لحفظ الطماطم. في طريقة كمان أسهل وممكن نعملها مع أي كمية من الطماطم كتيرة أو قليلة. بنجيب الطماطم بنقطعها وبنخلطها في الخلاط وبعدين بنصفيها، نحطها في حلة ونرفعها على النار ونحط عليها السكر، برضو لكل كيلو نص معلقة من السكر. هنسيبها لحد ما تتسبك على نار هادية، وانتوا بتتحكموا في قوامها اللي انتوا عايزينه، خفيف زي اللي عملناها او تبقى صلصة تقيلة جدا متسبكة كويس زي الطماطم الجاهزة، زي علب الصلصة او برطمانات الصلصة الجاهزة. وهنحتفظ بيها برضو بنفس الطريقة، يا إما بطريقة المية المغلية وفي الحالة دي هنحتفظ بيها في التلاجة، أو هنحطها في أكياس أو علب ونحتفظ بيها في الفريزر. وكده نبقى خلصنا وصفة الطماطم بكل الطرق اللي ممكن نعملها ونحتفظ بيها. قوامها وسمكها مظبوط جدا، نعمل بيها بقى أي حاجة احنا عايزينها في ثواني بتبقى جاهزة. صلصة المكرونة، صلصة البيتزا، نحطها مع الخضار، ما بتاخدش وقت في تحضيرها وبتسهل علينا كتير جدا، وطعمها كمان بيبقى حلو جدا ومن غير أي مواد حافظة عليها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله، وأشوفكم على خير.